هو ايه الفرق بين الالماظ والسوليتير ولا هما نفس الحاجة؟ خليني اشرح لكم. بكل بساطة الناس بتجيت كونفيوز ما بين سوليتير والماظ. الالماظ ده يا جماعة هو الحجر الكريم نفسه، الحجر اللي موجود في قلب قطعة الذهب اللي في ايدك. اما السوليتير هي طريقة تركيب الحجر نفسه في قلب الذهب. يعني لما نقول كلمة سوليتير يبقى احنا قصدنا ان ده حجر واحد الماظ في قلب الخاتم، او بمعنى اوضح الخواتم السوليتير هي الخواتم اللي فيها حجر واحد بس، ايا كان مقاس الحجر ده ايه، فهو الخاتم وفيه الحجر بتاعه. وعامة كلمة سوليتير هي كلمة لاتيني معناها واحد بس، وتصميم السوليتير ده يعتبر من اشهر واكتر الخواتم الالماس في العالم كله، وخصوصا في خواتم الخطوبة. السر في جماله وبساطته انه بيخلي كل التركيز على حجر الالماس، ومش شرط الحجر ده يبقى راوند بس. زمان كنا كلنا بنجيب الحجر ده راوند، نص قيراط قيراط قيراطين زي ما انت عايزة. دلوقتي بقينا نقدر نعمله كمان في الفانسي كات. الحجر الماركيز او الحجر البيير بيبقى شكله جميل جدا، ده غير انه بيمشي مع اي ستايل واي شكل لبس. وعامة سواء بتحبي السوليتير او اي طريقة تركيب تاني، كل ده عندنا في مجوهرات الطويل اكيد هتلاقيه. وبس كده، قوليلنا في الكومنتس ايه اكتر شكل تركيب الماس بتحبيه. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.